السلام عليكم ورحمة الله. أخباركم ايه؟ ان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعضينا طبق بتنجان مقلي بطريقة حلوة قوي. هنعمله مسلوق وكمان هنعمله مقلي. والطريقتين حلوين، واللي يعجبك فيها اعتمديها ان شاء الله. بعد ما تجربي الطريقة دي للبتنجان مش هتغيريها ابدا. اول حاجة انا معايا هنا نص كيلو من البتنجان البلدي. هبدأ كده اوضبه واغسله كده تحت المية، تمام زي ما انتوا شايفينه. ومعايا هنا حلة على النار فيها حبة من الكمون وفيها حبة من الملح. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هبدأ بقى احط اللي انا هسلقه وهخلي منهم حبتين او 3 هقليهم، تمام. هحط كده بقى الملح بتاعي وانا غسلت البتنجال عامة. انا هنا كنت هحطه ونسيت ان انا ما فتحتوش. انا بفتحه بشرخه بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده عشان المية بالكمون بالملح تحيقه، تمام. هبدأ بقى انزله في المية زي ما انتوا شايفينه، وهسيبه لحد ما يستوي معايا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهبدأ بقى انا معايا طاسة على البوتاجاز، هبدأ احط فيها الحبتين اللي انا سبتهم قلي. يبقى اللي عايز ياكل ده ياكله، واللي عايز ياكل ده ياكله، تمام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هبدأ بقى اقليه بقى كده زي ما انتوا شايفين، واول ما يطيب معايا يطرى خالص معايا كده بروح مطلعاه على مناديل بتاع مطبخ، تمام. وبالنسبة للناس اللي بتبقى مش عندها المتوفر الزيت وكده، طبعا المسلوق احسن لهم يعني. في ناس بتبقى بتاخد ازازة واحدة بس على التومين، وطبعا الدنيا غلا، ربنا يعين الناس يا رب. ف معذرة معلش الصوت. فده بيبقى اسهل. بعد كده بقى هبدأ اعمل الدقة بتاعته او الدقة حسب ما بتسموها. انا معايا هنا قرن فلفل حامي، دقيتهم كده في الهون. طبعا الخطوة دي راحت يعني. وبعد ما دقيتهم حطيت حبة من الزيت في الطاسة، ونزلت بالفلفل بتاعي. ومعايا هنا الطماطم ضربها ضربة بسيطة كده في الكبة بتاعتها، تمام. هبدأ بقى اشوح الفلفل مع التومة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وصلتوا لحد هنا وما عملتوليش لايك متنسيش اللايك. ولو ما اشتركتيش في القناة اشتركي لي فيها فضلا منكم. ولو اول مرة بتشوفين القناة متنسيش كده تاخدي فيها جولة، وان شاء الله رب العالمين هتعجبك. حطيت نص كمون ونص كزبرة، تمام. وهبدأ اقلب كده. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هبدأ بقى من وقت للتاني كده اشوحها. انا مش بصفرها خالص يعني اللي هي الدرجة الاخرانية، انا بخليها يعني عاملة شوية. هبدأ بقى كده اقلبها لحد يعني قبل ما تخش على الصفران كده. وهروح حاطه الطماطم بتاعتها اللي انا خدتها فرمه كده على الكبه، وهسيبها لحد ما تتسبك، تمام. انا كده حطيت كمون وحطيت كزبره، وحطيت رشه فلفل اسود. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهبدأ بقى اضيف الطماطم بتاعتها، تمام. وبعد كده بحشيها. وده كده البتنجان المسلوق والبتنجان المقلي برضو، تمام. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده البسيط السهل ده يكون ان شاء الله عجبكم، ويكونوا استفدتوا منه ولو بمعلومه بسيطه خالص. نزلت بقى الطماطم بتاعتي بالطريقه دي كده، وهبدا بقى اقلبها واسيبها لما تتسبك، واحط رشه ملح. متنسيش اللايك بالله عليك. لو عجبك الفيديو اللايك هو اللايك والتعليق هما اللي بيرفعوا الفيديو، بيخلوا اكبر عدد من الناس تشوفه. وان شاء الله عايزين نكمل ال1000 مشترك كده باذن الله. خلاص يعني المده بتاعتنا قربت تنتهي. ان شاء الله هكملها بيكم باذن الله رب العالمين، ولو ربنا ميسر ده وكاتب ده ان شاء الله ان شاء الله هتكمل. هبدا بقى احشيهم كده زي ما انت شايفه، واحاول بالمعلقه كده اغرز بالمعلقه كده في البتنجاله، علشان البتنجاله تتشرب من كل. طبعا ان انا بصور بايد فمش ظاهره قوي، بس انا بعد كده بقعد اعمل بنغز بالمعلقه كده في البتنجاله كلها علشان كلها تتشرب من التتبيله بتاعتي. وكده طبق النهارده كده خلصناه. أكلة سهلة وبسيطة واحنا كشعب مصري عيلة الناس بتحبه يعني. أتمنى يا رب أن يكون فيديو النهاردة عجبكم. دمتم بخير والسلام عليكم.